تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامج معا ننهض بالحلقة أو الجزء الثاني عشر من مقومات التصور الإسلامي، والتي كنا نتحدث فيها عن المقومات أو المقومات الأربعة للتصور الإسلامي، وهي قضية الحق وقضية الخلق وقضية الرسالة والكتاب وقضية المصير إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا في الحلقات الماضية تحديدا من الحلقة التاسعة وإلى الآن نحن نتكلم عن موضوع كتاب النهضة أو الرسالة والكتاب، وسنواصل إن شاء الله حول هذا الموضوع. وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن مسألة الإعجاز في القرآن الكريم وقضية البينات، وكيف يثبت الكتاب الحق، وكيف نعرف أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى حتى لا يختلط بغيره. وذكرنا قضية البينات وأنها مسألة أساسية في الرسالات كلها، وأنه ما جاء من رسول ما بعث من رسول من الله سبحانه وتعالى إلا وجعل الله سبحانه وتعالى له من المعجزات والبينات والبصائر ما يجعل على الأقل الآخرين يسلمون ويوقنون بأن ما جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى. وينشأ نتيجة الإعجاز نوع من ما يمكن أن أسميه باليقين الإيماني. واليقين الإيماني هو حالة من التسليم أمام المعجزة المرسلة من الله سبحانه وتعالى، فينبع عن ذلك يقينا إيمانيا. وهذا اليقين الإيماني يمكن أن يكون معه يقينا برهانيا، لأن كما هو معروف قضايا العلم تقوم على اليقين البرهاني، وقضايا الإيمان تقوم بشكل عام على اليقين الإيماني. ولكن سنلاحظ بأن مسألة الإيمان هي فيها نوع من المزيج ما بين الحالة الوجدانية اليقين الوجداني، وما بين البرهان العقلي، وما بين أيضا الملازمة الفطرية لكل ذلك. نأتي اليوم إن شاء الله نتحدث عن مسألة مكونات الرسالة. الذين درسوا أو يدرسون مسألة الديانات أو الأديان، باعتبار أن الدين هو ظاهرة إنسانية بشكل عام، هو مصاحب للإنسان منذ وجوده ومرتبط به منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأنزله إلى الأرض، وتعهده الله سبحانه وتعالى بالهدايات. فبالنسبة لنا في إطار على الأقل تصورنا الإسلامي، نؤمن من خلال ما ذكرناه من تصورات أن هذا الإنسان يتلقى هدايات الكتاب أو هدايات الله سبحانه وتعالى ومراده ومقصوده وما يريده الله سبحانه وتعالى من الخلق عبر هذا الكتاب، عبر الكتاب. ولكن دعونا ابتداء ننظر إلى كيف يقرأ على الأقل الدارسون لمسألة الأديان وفلسفة الأديان وظاهرة الأديان، كيف ينظرون إلى الأديان، وما هي مكونات الأديان، يعني ما هي الحالة التي يمكن أدنى مستوياتها أن تسمى دينا، وما هو الدين في حقيقة الأمر عندهم هؤلاء الذين يدرسون الظواهر الدينية. فمسألة الدين ابتداء عندهم هي تعني كل ما هو مقدس عند الإنسان،
هو حالة من الإيحاءات الخاصة بالإنسان التي يتشكل من خلالها نوع من المقدس الذي لا يقبل فيه الإنسان أي نوع من المساس أو أي نوع من الاستهتار أو نوع من التبسيط، إنما يرى هذا نوع من بالنسبة له شيء مقدس لا يقبل الاعتداء عليه. هذا باختصار. وبالتالي يمكن أن نقول أن الإنسان كل إنسان في هذا الكون هو كائن متدين. أي إنسان على وجه البسيطة هو كائن متدين، ولكن هذا الدين قد يكون دينا مرتبط بالسماء فيقدس قضايا غيبية ذات ارتباط بالرسالة السماوية أو بالرسالات السماوية، وقد يقدس الإنسان ويدين بأشياء ليست سماوية ولكنها مرتبطة بالأرض، ولكن بالنسبة له تأخذ بعدا مقدسا. ولكن معظم الذين يتكلمون على الأديان أو الدراسات الدينية لا يعتبرون على الأقل ما هو وضعي، ما هو منسوب إلى الحالة الوضعية، يحاولوا أن لا يدرجونه ضمن الدراسات الدينية. فقضايا الأفكار وقضايا القضايا التي تنشأ عن الفلسفات والعلوم هذه يحاولوا أن لا يدرجوها ضمن مسألة الأديان، وبالتالي لا تدرس عندهم مثلا قضايا الفلسفة، قضايا الفكر، قضايا الأفكار السائدة الآن مثلا العلمانية الليبرالية، هذه يدين بها كثير من الناس أي يلتزمونها ويرونها مقدسة ويدافعون عنها ويستميتون في سبيلها ويقاتلون أيضا عليها. وبالتالي خلاصة الدين هو في حقيقته أن يكون لك مقدس، وهذا المقدس تضحي في سبيله، ويمكن أن تبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا المقدس. فدعونا على الأقل نذهب إلى الجانب الأول، وهو أن مسألة الدين ضمن الدراسات على الأقل، خاصة الدراسات المرتبطة بالبعد المادي العلماني، يحاولوا أن يدرسوا الحالات الدينية التي ترتبط بالغيب وبالسماء، وبالتالي ينظرون إلى الدين بهذا الاعتبار، إلى أن له حد أدنى. لا يمكن لمجموعة تسمى أن هذه مجموعة دينية أو هذه ظاهرة دينية أو هذه حالة دينية إلا إذا كانت متكونة من حد أدنى لهذه الحالة، وإن شاء الله سنأتي إليه. ولكن لا يمكن كما ذكرت يسمى دين إلا إذا كان عنده 3 محاور على الأقل أو 4 محاور، ويمكن أن يزيد. وسنأتي إن شاء الله في قضية الحد الأدنى والحد الأعلى فيما يتعلق بمفهوم الدين، وأين يقع الإسلام باعتباره الرسالة الخاتمة للبشرية. هل هو يندرج ضمن سياقات الحد الأدنى في الأديان أم سياقات الحد الأعلى في الأديان؟ ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى الدين المعتمد عنده سبحانه وتعالى هو الإسلام. هذا بالنسبة لنا نقول بأن الدين المعتمد، ولذلك عندما أتكلم إن شاء الله عن قضية الدين باعتباره رسالة من الله سبحانه وتعالى هو شيء واحد وهو الإسلام، ولكن يمكن بعد ذلك مكوناته تختلف، أجزاؤه تختلف، تفاصيله تختلف، ولكن كحالة واحدة ماهيته هو إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم. وبالتالي الدين عند الله سبحانه وتعالى هو دين واحد. هذا الدين منذ لحظة نزول آدم عليه السلام ثم تتابع الرسل بعد ذلك إلى محمد عليه الصلاة والسلام يشتركون في حده الأدنى كما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا عندنا مسألة الدين الذي على الأقل سيكون محل عناية عندنا على الأقل في الحلقة اليوم، هو الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ما هي مكوناته؟ ولكن ما سأحاول على الأقل أن أتكلم فيه أن الدين في الدراسات المعاصرة والذين يهتمون به خاصة في المنظومات الغربية على وجه التحديد يعتبرون الظاهرة الدينية تتكون في حدها الأدنى من 3 أركان أو 3 عوامل أو 3 مكونات. المكون الأول يسمونه العقيدة، والمكون الثاني يسمونه العبادة، والمكون الثالث يسمونه الأسطورة، هكذا هم يسمونه، ولكن أطلق عليه بعض الفضلاء مصطلح السردية الكونية أو القصة الكونية. فلا يمكن على الأقل لأي مجموعة أو أي دين يسمى دين إلا إذا أجاب على هذه القضايا الثلاث أو توفرت فيه هذه القضايا الثلاث.
فدعونا ندخل إن شاء الله إلى مكونات الظاهرة الدينية على الأقل في حدها الأدنى، ثم نواصل بعد ذلك في الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهل فعلا يكتفي بهذه الثلاث أم هو يزيد عليها. ذكرت بأنها ثلاثة عوامل: العقيدة والعبادة والسردية الكونية، وهذا بطبيعة الحال إذا صدق في بعض الأديان، هذه الثلاثة إذا صدقت في بعض الأديان، إلا أنها لا تصدق على جميع الأديان كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. فنأتي إلى المكونات الدينية في الحد الأدنى، المكونات الدينية، وهذه طبعا مهمة جدا للذين يعني يتابعون الدراسات الدينية ويتكلمون أيضا في قضايا الدراسات السياسية، ويتكلمون عن قضايا الفكر السياسي فيما يتعلق بمسألة الدين والدولة. وهذه إن شاء الله مهمة أن يستوعب الإنسان هذه الأركان الثلاث، وبالتالي عندما تكون هنالك مطالبات بقضية فصل الدين عن الدولة، فإن الدين عندهم معرف والدولة عندهم معرفة، والفصل عندهم بطبيعة الحال أيضا معرف، وبالتالي هنا لا بد أن يكون هنالك تحرير لمحل النزاع ومعرفة واضحة بأصول على الأقل التصورات. فهل الدين الذي هو في أذهانهم هو الدين الذي هو في أذهاننا وفي عقيدتنا وفي منظورنا، أم أن المسألة مختلفة؟ هذه المسألة على كل ما سأقف عليها إن شاء الله في هذه الحلقة. فبالنسبة نأتي إلى قضية العقيدة والعبادة والسردية الكونية. هذه الثلاثة دعوني ابتداء أقول بأن هذه الثلاثة تشكل الحد الأدنى على الأقل لكل الرسالات السماوية. يعني كل الشرائع السماوية فيها جانب الإيمان والعقيدة، وفيها جانب التعبد، وفيها جانب السردية الكونية أو السردية المتعلقة بقضاء الكون. فدعونا ابتداء نتكلم عن الركن الأول فيها، وهو موضوع الإيمان والعقيدة. فالعقيدة كما يعرفونها هي مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمقدسات، مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمقدس، يعني لا يدخل ما ليس بمقدس، لا يدخل في مسمى العقيدة، ولا يدخل في مسمى الإيمان. فهي مجموعة من الأفكار المتعلقة بالمقدسات، وهي عبارة عن أشكال التعبير الجماعي، عبارة عن أشكال التعبير الجماعي عن الإيمان. هنا دعونا حسب تعريفات على الأقل المعاصرين ينظرون إلى أن هنالك الإيمان، وهو متعلق بمجموعة من المسلمات على الأقل التي يقتنع بها فرد من الأفراد، ويؤمن بها ويصدق بها ويراها بالنسبة له حق وليس باطل، وصدق وليس كذب، وحقيقة وليس وهم. هذه المسألة اللي هي في إطارها الفردي يدرسونها باعتبارها إيمان، فيقول الإيمان هو حالة فردية، الإيمان هو حالة فردية، ويمكن أن نذهب إلى في هذا الاتجاه ما في مشكلة. ولكن عندما يتحول هذا الإيمان الفردي إلى حالة جماعية، بحيث تؤمن بهذه القضايا الإيمانية المقدسة مجموعة من البشر، وفي نطاق جغرافي معين أو حتى على امتداد جغرافيا معينة عالميا، فإنها حينها تنتقل عندهم من دراسة الإيمان إلى دراسة العقيدة. فالعقيدة باختصار شديد هي مجموعة المقدسات التي تدين بها مجموعة من الأفراد، تنتقل بها من الحالة الفردية إلى الحالة الجماعية أو المجتمعية، فتدرس حينها باعتبارها عقيدة، فيقال عقيدة المسلمين، وهي التي يلتقي عليها طائفة من الناس. أما الإيمان يدرس كحالة فرد، إنه فلان يؤمن بكذا، ولا يقال فلان عقيدته، لا، فلان يؤمن بكذا ولا يؤمن بكذا. فهذه تقريبا من حيث الدراسات المعاصرة. وبالتالي كل دين يشتمل على مجموعة من القضايا. أي دين من الأديان لا يسمى على الأقل دين إلا إذا كان عنده فكرة عن عقائد معينة، قضايا إيمانية معينة يلتقي عليها مجموعة من الناس، فيقال عنهم العقيدة الفلانية، العقيدة البوذية، العقيدة الهندوسية، العقيدة كذا، والعقيدة الإسلامية، العقيدة النصرانية، العقيدة اليهودية، وهكذا تسمى عقائد لما تكون هنالك طائفة من البشر التقت عليها. وكل دين يشتمل على مجموعة من القضايا الإيمانية الغيبية. والإسلام بطبيعة الحال يقوم أساسا على مسألة الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، ثم بقية قضايا الإيمان المعروفة التي تقوم على اليقين الوجداني والعقلي بحقيقة رسالة إلهية تفرض ذاتها من جهة الإعجاز والبينات والبصائر. والإسلام باعتباره رسالة الله سبحانه وتعالى للناس كافة أساسه الإيماني واحد، يعني الإسلام والإيمان الأساس الذي نعرفه به شيء واحد، وهو التسليم لله سبحانه وتعالى والاستجابة لرسالته، وهو مضمون لا إله إلا الله.
فالعقيدة عندنا على الأقل تتشكل مركزها الأساس هو لا إله إلا الله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، اليقين بذلك، كذلك الإيمان باليوم الآخر، ثم بعد ذلك تأتي النبوات والرسالات والكتب والقضاء والقدر إلى غير ذلك. فعندنا على الأقل مجموعة من العقائد أو مجموعة من قضايا الإيمان تشكل بالنسبة لنا الركن الأول وهو ركن العقيدة. هذا الجانب على وجه التحديد كما ذكرت لا يختلف بين الرسل قاطبة، يعني منذ أن نزل آدم عليه السلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام هذا الجانب جانب قضايا الإيمان هي واحدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. فجوانب الإيمان ليس فيها اختلاف بين الرسل وبين أهل الملل، فالذين اتبعوا محمد والذين اتبعوا عيسى وموسى وإلى السلسلة الذهبية إلى نوح عليه السلام كل هؤلاء في قضايا الإيمان يتحدون، في قضايا الإيمان يتحدون، وأساسها أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وبالتالي قضايا الإيمان هو أن تؤمن بما آمن به من سبق، أن تؤمن بما آمن به من سبق من أهل الصراط المستقيم، أهل لا إله إلا الله. وأهل لا إله إلا الله كلهم في طريق واحد، هو الطريق الذي يقود إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الطريق هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا السبيل هو سبيل المؤمنين الذين من خرج عنهم وشاقهم وخالفهم فقد توعده الله سبحانه وتعالى بالخلود في النار عندما قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذا السبيل وهذا الصراط الذي نتصل فيه كلنا تقريبا هو صراط الله سبحانه وتعالى القائم على كلمة التوحيد، القائم على الاستسلام، القائم على التسليم وتلقي الرسالة من الله والإيمان بها والاستجابة لها. هذا تقريبا نلتقي فيه جميعا كلنا إلى آدم عليه السلام. الركن الثاني هو ركن العبادة أو العبادات. أيضا لا يمكن، وهذه أيضا كل الدراسات تقريبا التي تدرس الظاهرة الدينية تقول بأنه لا يمكن لطائفة من البشر يقول أنهم أهل دين إلا إذا كان مع العقيدة عندهم أيضا جانب آخر وهو جانب التعبد. والتعبد هنا لا أذهب فيه إلى التعريف العام الذي هو كل ما أمر الله به من أفعال وأقوال، لا، هنا أتكلم عن حالات الشعائر، أن تكون هنالك جملة من الشعائر يلتقي عليها أهل دين معين. فنحن في الإسلام مثلا نلتقي على 4 شعائر كبرى. بني الإسلام على 5 اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، ثم الشعائر ال4: شعيرة الصلاة وشعيرة الصوم وشعيرة الزكاة وشعيرة الحج. هذه على الأقل تعتبر بالنسبة لنا شعائر تعبدية، يعني كلما حرصنا عليها كلما أثبتنا أننا على الأقل ننتمي إلى تلك العقيدة التي هي يقال عنها العقيدة الإسلامية. وكلما قمنا بها هذه العبادات عرفت بأننا والله نحن ننتسب إلى دين هذه صفاته. إذن عندنا الجانب العقدي وعندنا أيضا الجانب التعبدي الشعائري. هنا نلاحظ بأن موضوع الشعائر لا يمكن منذ نوح عليه السلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام يلتقون في الإيمان، وكذلك يلتقون في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون لكل رسول شعائر يؤديها، يؤدي شعائر على الأقل بين فترة وأخرى، بغض النظر هنا تتفاوت الشعائر لكن في جملتها تكون هنالك شعائر. يعني يمكن أن يقال هنالك صلاة، يمكن أن يكون هنالك تصدق وزكاة، ويمكن أن يكون هنالك صوم ولكن قد تختلف الطريقة، ويمكن أن تكون هنالك حج، وهكذا. على كل الشعائر التعبدية لا تخلو منها رسالة من الرسالات. وبالتالي هنا أصاب، إنجاز التعبير، أصاب هؤلاء الباحثون عندما قالوا بأنه لا يمكن أن يكون هنالك دين بلا أن تكون هنالك جملة من الشعائر التعبدية، وهذا صحيح. إذن هذا هو المكون الثاني. المكون الأول هو مكون الإيمان والعقائد، وهذه طبعا تحتاج تفصيل طويل جدا في علم العقائد وعلم التوحيد. والجانب الثاني هو التعبد، وغالبا ما يدرس هذا الجانب في إطار ما نسميه نحن بفقه العبادات. فقه العبادات هذا الجانب يدرس أيضا ضمن كليات الشريعة. فنلاحظ أيضا هذه خاصية من الخصائص لأي دين. تلاحظ حتى الأديان الوضعية الأخرى لهم شعائر، لهم طريقة معينة من الشعائر يؤدونها، تنكسر فيها القلوب، يقومون فيها بأنماط معينة من الحركات. فعلى كل سواء كان دينا سماويا أو كان دينا وضعيا نلاحظ أن فكرة التعبد حاضرة،
فكرة التعبد حاضرة، لأن الإنسان بطبيعته كما ذكرت هو كائن متدين. فهذه الكينونة، الإنسان الذي يتصف بهذه الكينونة المتدينة لا بد له من هذه التصورات الإيمانية، ولا بد له من الممارسات الشعائرية بطبيعة الحال، لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون متدينا، سواء كان تدين بدين الحق أو تدين بدين الباطل. لا بد الإيمان لأي إيمان، لأن الإيمان كما ذكرت الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فالعبادات تزيد مع ابن آدم، يعني كلما زاد إيمانه زادت عبادته، وكلما زادت عبادته زاد إيمانه. هذه الجدلية بالنسبة لنا مهمة جدا، ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزول بزوال أصله. إذا زال أصله يزول، ولكن إذا لم تكن هنالك عوامل تؤدي إلى زوال أصله ينقص وينقص وينقص، وقد يبدأ إلى الحد الأدنى الذي يبقى معه مسمى الإيمان، ولكن يكون إيمانا ناقصا وليس إيمانا كاملا. وأصول الشعائر عند المسلمين كما ذكرت هي الأصول الأربعة. ويرتقي الإنسان في مدارج التعبد لله سبحانه وتعالى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، وهنا يقترب الإنسان ليصل إلى مرتبة الإحسان التي يقارب فيها ما نسميه نحن أو يسميه عموما علماء العارفين بالله سبحانه وتعالى من علماء السلوك فيما يعرفون في ذلك الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. فالإنسان يدخل في الصلاة ابتداء يكون الدخول فيها دخولا عاديا وفق العلم اليقيني، ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان إلى أن يبلغ مرتبة عالية جدا، ليبلغ بعد ذلك إلى أن يعبد الله كأنه يراه، إن لم يكن يراه فإنه. فهنا قضية الشهود القلبي، وهو أن الإنسان يكون حاضرا بقلبه، شهيدا بقلبه، شاهدا بقلبه. فهذا الحضور هو الذي يمكن أن نسميه بمسألة الإحسان، ويبلغ الإنسان فيه درجات عالية وكبيرة. المقوم الثالث لأي دين وفق الدراسات أيضا المعاصرة كما ذكرت مسألة السردية الكونية، أو هم يسمونه الأسطورة، باعتبار أنهم طبعا لا يسلمون بفكرة الرسالة المنزلة من السماء، وتعريفهم للأديان بشكل عام وتطورها هي فكرة أسطورية، أن الإنسان كان بدائيا وكان يخاف، والخوف هذا حمله على اللجوء إلى قوة غيبية يتكئ عليها من العواصف ومن الظلام ومن المخاوف من الأسود ومن الحيوانات وكذا. هذه القوة سماها الإنسان الله في بعض الجوانب، وسماها على كل النور في بعض الجوانب، وسماها الظلام في بعض الجوانب، وهكذا. لكن بالنسبة لنا دعونا هنا يعني فقط نحن نأخذ الجانب الذي على الأقل يلينا إن شاء الله، ولكن السردية الكونية أبلغ من كلمة الأسطورة التي ربما ينحى إليها العلمانيون. فهم يتكلمون يقول أي دين له أسطورة على الأقل، أو له تفسير فيما يتعلق بالوجود، هذا الوجود له تفسير. نحن نقول هنالك سردية وهنالك قصة الوجود الكوني. هذه القصة ربما في حلقاتنا الماضية تكلمنا عنها، قصة الإنسان وقصة الخلق، اللي هو في الركن الثاني أو في المقوم الثاني من مقومات التصور تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن الخلق، وتكلمنا ضمن الخلق عن الإنسان وعن السماوات والطبيعة وغير ذلك. فالإسلام على الأقل أو أي دين من الأديان يملك أتباعه قصة معينة وسردية معينة ورؤية معينة لبداية الكون وصيرورة الكون ونهاية الكون. يعني أي دين لا يملك أصحابه هذه السردية أو هذه القصة لا يكون دينا. فالدين بطبيعة الحال جاء ليجعل للحياة معنى، جاء ليجعل للحياة معنى ويخرجها من دائرة العبثية، يوجد التفسير المنطقي لنقطة البدء ونقطة الانطلاق والصيرورة والسيرورة والمنتهى والمصير. وهل في كل ذلك الحياة تخضع لعبثية وفوضوية وضياع، أم تخضع لحكمة ورشد وهداية ومنتهى إلى الله سبحانه وتعالى ورجعة إلى الله سبحانه وتعالى ومصير إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه باختصار مسألة السردية. ومن هذه السردية طبعا تنشأ نظرية ما يسمى الآن عندنا بنظرية المعرفة. يعني أنت تمتلك رؤية معرفية على الأقل عن الكون، رؤية معرفية عن الطبيعة، رؤية معرفية عن الإنسان، رؤية معرفية عما يتعلق بعالم الغيب،
رؤية معرفية كذلك عن عالم المستقبل إلى غير ذلك. فكل دين من الأديان لا بد له أن يشتمل على هذه المسألة. وهنا باختصار هذه يمكن أن نسميها نحن، هذه السردية الكونية تندرج في علم النبوات. فالإنباء بالغيب والإنباء بالماضي والإنباء بالغيب اللاحق، يعني الغيب السابق والغيب اللاحق والغيب المحجوب عنا تماما الذي لا نراه، كل ذلك يدخل في مسمى علم النبوات. وبالتالي السردية الكونية باختصار شديد هي علم النبوة، هي علم النبوة. لا يمكن لدين من الأديان لا يمتلك سردية كونية تعبر عن البداية والنهاية. ونخرج إن شاء الله فاصل قليل ونعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن المكون الثالث بعد المكونين الأولين، وهما مكون العقيدة والإيمان ومكون العبادات والشعائر، إلى المكون الثالث الذي لا يمكن لدين من الأديان أن يخلو منها، وهو مسألة السردية الكونية. وهي ذكرت بأنها قصة ذات إيحاء ودلالة أزلية تفسر أصل الوجود ومغزى الحياة ومآلهما، وهي مهمة جدا لأن الدين في الأصل يبحث عن معنى الوجود والحياة. وهذه السردية تخرج بالإنسان من دوائر التيه والعبثية والعدوانية والعدمية والضياع إلى دوائر الحكمة والغائية والرشد. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذه السردية هي ما يمكن أن نسميه بقضية النبوة وعلومها، إنباء الغيب السابق واللاحق. هذا باختصار يمكن ما حاولنا أن نقوله في ما قبل الفاصل. وهنا يجب التنبيه إلى أن المفهوم السائد لا بد هنا أن ننبه إلى أن هذه الثلاثة يكاد كل الكتاب اللي على الأقل يمكن أن أقول يندرجون في المدرسة العلمانية بشكل عام يكاد يتفقوا حول هذه الثلاث. يعني يعتبروا أي دين لا يمكن أن يسمى دين ويصنف ضمن منظومة الأديان ويدرس كدين إلا إذا كانت عنده منظومة عقائد، وعنده منظومة تعبدية وشعائر، وعنده منظومة سردية على الأقل رؤية فلسفية حول الكون والإنسان والطبيعة والإله.
وبالتالي هذه تقريبا يلتقي فيها معظم الذين كما ذكرت يكتبون عن قضايا الأديان. وهنا لا بد أن أقول بأن الفكر العلماني يجعل هذه المكونات الثلاث هي ما يسمى بالظاهرة الدينية عندهم. فعندما ينادون بفصل الدين عن الدولة ينطلقون من هذا التعريف للدين، يعني الدين في نظرهم هو هذه المكونات الثلاث، وبالتالي ينظر إلى هذه المكونات الثلاثة قضية شخصية تتعلق بالإنسان لا تمس على الأقل يعني لا تعلق لها بالآخرين الذين لا يلتقون معه، وبالتالي ليس هنالك مشكلة في أن نقول بأن والله نفصل الدين عن الدولة بناء على أن الدين هو عقيدة وهو عبادة وهو سردية كونية. هنا يعني يمكن أن نقول بأن غلاتهم والغلاة من هؤلاء يقولون بأن الأخلاق لا تدخل في الدين، يعني لا يعتبرون الأخلاق جزءا من مسمى الدين، وهذه طبعا إشكالية كبيرة جدا، لأنها يعني حتى الدين الذي هم عملوا على فصله في أوروبا كان يتأسس على الأقل من سردية كونية وتعبد وعقيدة، وكان هنالك مسألة الأخلاق، وربما عيسى عليه السلام أكثر ما اشتهر به هو مسألة الأخلاق والقيم الأخلاقية. ولكن مع ذلك هنالك عدد من الناس لأنهم رأوا بأن قضية الأخلاق إذا أدرجوها ضمن ما يمكن فصله فإن ذلك سيوجد أزمة عموما في الحياة، حيث كيف يمكن أن تؤسس مجتمعا بلا أخلاق ومجتمعا تسوده على الأقل حالة من التوحش، لأن الأخلاق هي التي تهذب الإنسان. ولكن عموما هذه مدارس موجودة، وكما قلت الحد الأدنى على الأقل عندهم هو أن الدين يعني أدنى يعني مستوى للأديان أنها تكون فيها عقائد ويكون فيها عبادات وتكون فيها السردية الكونية. وبالتالي لما ينادون بفصل الدين عن الدولة هذا تعريفه، فكأنما يقولون لك نحن تعريفنا للدين هو هكذا. طيب ما رأيكم لو قلنا بأن هنالك مستويات ومكونات من أديان تنطلق في أعلى من هذا المستوى، تنطلق بمستوى أعلى من ذلك، وكل الأديان كذلك، كل الأديان السماوية أو الرسالات السماوية، لأن الدين السماوي واحد وهو الإسلام، لكن دعونا نقول الشرائع السماوية كلها تلتقي حول ما هو أوسع من ذلك، يعني تلتقي حول الإيمان والعقيدة وحول التصورات الكونية وحول التعبد والشرائع التعبدية، وهنالك قيم أخلاقية وهنالك تشريعات من حلال وحرام. يعني لا يمكن لدين على الأقل من الأديان التي نعرفها، وهو هذا الدين الذي نزل من السماء وارتبط بأهل الأرض والمسمى الإسلام تاريخيا، هذا الدين لا يمكن أصلا أن لا يكون فيه قيم أخلاقية، بل هو هكذا حكي لنا في كتابنا الذي هو يعتبر الكتاب المهيمن الحاكم على كل الكتب السابقة، والذي يعبر لنا عن المنظور التاريخي للرسالات، وهذه الرسالات ماذا كانت تتضمن. بل هذا الكتاب الجليل الكتاب العظيم وهو القرآن اشتمل على كيف تطورت كذلك منهجية التشريع من خلال تطور منهجية الإنسان في حياته. هذه الحالة كيف يمكن أن نعزلها ونجعل الدين معرفا تعريفا علمانويا ونقول بأن والله يا أخي الدين هو فقط عقيدة وهو رؤية كونية ومسألة تعبدية ولا علاقة بعد ذلك للدولة به. وهذه سأتي إليها على كل إن شاء الله ضمن بعض المناقشات في أن والله هل فعلا السردية المسمى الآن السردية الكونية هل ليست لها علاقة بالتصورات الحياتية للإنسان، يعني تصور الإنسان عن الطبيعة، تصوره عن الإنسان، عن مهمة الإنسان، عن مهمة الطبيعة، عن العلاقة بين الطبيعة والإنسان، عن الوجود الأخروي. هل هذه المسائل فعلا لا علاقة لها بالسلوك الإنساني؟ هل لا علاقة لها بالعلم والتربية؟ يعني وزارات التربية والتعليم مثلا عندما تتناول المناهج هل ستغيب هذه الرؤية الإيمانية العقائدية؟ هل ستغيب الرؤية التعبدية؟ هل ستغيب الرؤية السردية الكونية؟ وبالتالي ستنطلق من رؤية عدمية أو ستنطلق من رؤية إلحادية، وحينها إذا انطلقت من رؤية إلحادية ونفت على الأقل كل السرديات الكونية الدينية واعتبرت مثلا السرديات التي تقول بالحالة العلمية الراهنة وهي لا تعبر إلا عن المحسوسات ما ثبت لهم بالحس والتجربة، هل فعلا عندما تدخل الدولة في تشكيل سياقات الأبناء والأطفال والمناهج بعيدا عن ما سميته بالسردية الكونية، هل هنا فعلا تدخلت في شأن ديني أم لم تتدخل، واستطاعت أن تصيغ الناس بمنظور على الأقل له تعلق بالدين أم ليس له تعلق بالدين؟ هذه كلها قضايا على كل جدلية
تتعب كثيرا دعاة العلمانية الذين يقولون مثلا بفصل الدين عن الدولة. فأنت مثلا قلت والله من الدين السردية الكونية. طيب أنت عندما تدرس الجغرافيا وتدرس التاريخ وتدرس الأحياء والفيزياء والعلوم العصرية هذه، هل فعلا أنت تحاول أن تجردها من السردية الكونية، أم أنك تسبق عليها سردية كونية ولكنها سردية كونية علمانية؟ وبالتالي هنا أنت بشكل أو آخر نحيت الدين، ولكنك أتيت بدين أو بحالة دينية، ولكن بصبغة على الأقل لا توصف بأنها دين ولكنها أفكار أو فلسفات أو غير ذلك. فعلى كل الحالة كما ذكرت هي إشكاليتها كبيرة جدا، ولكن دعونا نواصل فيما يتعلق إن شاء الله برؤيتنا على الأقل لمسمى الدين وخاصة الدين الإسلامي، وبقية الأمور على الأقل نعتبرها محل اتفاق. العقيدة والتوحيد نتفق أنه جزء من الدين، العبادة نتفق أنه جزء من الدين، السردية الكونية نتفق أنه جزء من الدين، ولكن ندخل هنا قضايا جديدة يمكن إن شاء الله أن تضيف على الأقل تعريفنا نحن للدين، وحينها يبقى النقاش حول عندما ينادي أولئك بفصل الدين عن الدولة، نحن لنا مفهومنا لمصطلح الدين، وبالتالي هل هذا الدين الذي ندين به ونعتقده ونتصوره ونؤمن به ونعلمه أبناءنا، هل هو فعلا هذه الثلاثية فقط أم أن هنالك شيء آخر؟ هذا ما يمكن إن شاء الله أن نضيفه الآن. يمكن القول بأن الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة ينطلقون من هذه الحالة الثلاثية وذاك التكوين الثلاثي، ولكن هل الإسلام الرسالة الخاتمة التي نؤمن بها يقوم فقط على هذه الثلاث؟ هل يقوم فقط الدين الإسلامي على عقيدة وعبادة وسردية كونية، أم هنالك شيء آخر مختلف؟ نلاحظ أن الإسلام يتأسس أيها الإخوة والأخوات الكرام على ثلاث أمور أخرى يمكن أن نضيفها إضافة إلى الأمور السابقة التي ذكرناها. يعني ذكرنا الآن نحن ثلاث، ولكن هنالك ثلاثة أخرى، أمور ثلاثة مهمة جدا هي من صلب على الأقل يعني أمرين آخرين بالإضافة إلى الثلاث، أمرين آخرين، فيكون هنالك 5 قضايا تشكل على الأقل المنظور الكلي للإنسان المسلم، وهو يقول أن هذا ديني. لما يقول هذا ديني وأدين بالإسلام، فإن هنالك أمرين آخرين غير موضوع الأخلاق، غير موضوع السردية والعقيدة والعبادة. الأمر الأول هو الذي نسميه السبيل والمنهاج والقيم الأخلاقية. دعونا حتى لا نتوه بالناس نعتبر على الأقل الأمر الرابع، وهو الذي ذكرت بأن بعضهم يدخله من دعاة العلمانية يعتبر الأخلاق جزء من الدين، وبعضهم ينفي أن تكون الأخلاق جزءا من الدين، والمسألة لها علاقة على الأقل بموضوع العمل بعد ذلك. فالذين يقولون بأن والله الدين لا، الأخلاق لا علاقة له بالدين، فإنه يقول يمكن للأخلاق أن تكون داخل المنظومة، داخل منظومة الدولة لا بد لنا من الأخلاق، داخل منظومة المجتمع لا بد لنا من الأخلاق. ولكن الذين ينفونه مطلقا يجعلون الحياة كلها تقريبا حياة منفعية بحتة، والذي يسود فيها هي أخلاق المنفعة وأخلاق المصلحة وأخلاق القوة، ولا تدخل بعد ذلك القيم الأخلاقية التي الأساس فيها هو التضحية، والأساس فيها هو العطاء، والأساس فيها هو البذل. فلو ذهبوا إلى هذا الاتجاه فإنهم يدخلون إلى دائرة من دوائر الدين، وهم أحيانا لا يريدون هذه الدوائر التي ترجعهم إلى الدين مرة أخرى. فهنا القرآن الكريم ركز على موضوع الأخلاق، ركز على موضوع الأخلاق وعلى موضوع القيم وعلى موضوع التزام الناس على الأقل بمنظومة أخلاقية. ويسمي القرآن الكريم هذه المنظومة الأخلاقية القيمية تارة يسميها بالصراط المستقيم، وتارة يسميها بالسبيل، وتارة يسميها بالفرقان، وتارة يسميها بالحكمة. كلها تقريبا مصطلحات لما يمكن أن نسميه بالقيم الأخلاقية المشتركة العامة التي لا تقبل التجزئة. فالقيم الأخلاقية قيمة الصدق، قيمة الوفاء، قيمة الإخلاص، قيمة مثلا بر الوالدين، قيمة ترك الفواحش، قيمة العدل، هذه كلها تعتبر من القيم على الأقل التي التقت عليها الرسالات. ولكن هنا دعونا نقول بأن الثلاثة الأول على الأقل إذا كانت ربما يعني جامعة وتكاد تكون لا يمكن لرسالة من الرسالات أو شعيرة من الشعائر السماوية أن تختلف، هنا سنلاحظ بأن موضوع القيم والموضوع هذا موضوع القيم، الموضوع الرابع، الموضوع الخامس هو موضوع الشريعة. هنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سنأتي إلى موضوع الشرعة وماذا يشتمل،
وموضوع المنهاج وماذا يشتمل. فهنا إذن أمامنا ما يمكن أن نسميه بالقيم الأخلاقية، وهو قلت هي السبيل، وهو يمكن أن يشتمل يعني يتضمنها قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هنا طبعا لا بد أن نقف إن شاء الله وقفة مهمة جدا، وهو هذه المنظومة التي تسمى كانت في الرسالات السابقة عند موسى عليه السلام وعيسى كانت تسمى بالفرقان وكانت تسمى بالصراط وكانت تسمى بالحكمة. فالله عز وجل كثيرا ما يذكر وآتينا موسى الكتاب والفرقان، ويذكر عن عيسى وآتيناه الحكمة، ويذكر كذلك عن موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. فهذه المصطلحات نلاحظ أنها دائما تتكرر، ونجد هذه أيضا في ختام قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو به وأن نلتزمه، وهو الصراط الذي يربطنا بالرسل ويربطنا بالأنبياء ويربط أهل الإسلام جميعا في مسيرتهم كلها بهذا الصراط. هذا الصراط أو هذا السبيل أو هذه الحكمة التي تشتمل على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى بر الوالدين وعلى عدم قتل الأولاد وعدم قتل النفوس وعدم أكل أموال اليتامى وعدم والوفاء بالكيل والميزان، وكذلك القول بالعدل إذا قلتم فاعدلوا وعدم قول الزور والوفاء بالعهود. هذه تقريبا التسعة، أضف إليها العاشرة أن تؤخذ مجتمعة أن هذا صراطي مستقيما. فنحن عندما ندعو الله سبحانه وتعالى في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم لا ندعو بأمر مجهول، ولكننا ندعو بأمر واضح المعالم واضح البينات واضح الصوى كما يقال، واضح على الأقل في هذا الطريق الذي نسير فيه إلى الله. معالم هذا الصراط واضحة، معالمه كانت تسمى عند موسى وعيسى بالصراط، عند موسى وعيسى بالوصايا، وعندنا ارتقت إلى درجة المحرمات فصارت قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم. الشاهد بأن هذه العشرة نلاحظ أنها ابتدأت من نوح عليه السلام ثم ما تلاه من الأنبياء. في كل رسول من الرسل تضاف قيمة من هذه القيم. عندما دخل الناس إلى عالم الزراعة أضيفت قيمة، عندما دخل الناس إلى عالم التجارة أضيفت قيمة، عندما دخل الناس إلى عالم الدولة أضيفت قيمة، عندما دخلوا إلى الحالة الاجتماعية التي يحصل فيها الانحراف بشكل أو آخر أضيفت قيمة. وبالتالي هذه القيم يعني تراكمت عبر التجربة الإنسانية وعبر مع تراكم التجربة الإنسانية وتطور الإنسان كانت ترتقي معه هذه القيم. وأحاول إن شاء الله في الحلقة القادمة أن أتكلم بعض الشيء عن مسألة هذا التطور التشريعي، لأن هذا الخلق منذ آدم عليه السلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام مر بأحوال مختلفة بأطوار مختلفة. هذا التطور الإنساني الذي كانت فيه الأسرة محدودة جدا حواء وآدم، ثم انتقل بعد ذلك الناس إلى تشكيل القرى، إلى تشكيل المدن، إلى نظام الدول المعقد، إلى أن صرنا إلى الحالة الإمبراطورية العالمية. كل ذلك كيف تطورت معه الرسالة في إطار ما يمكن أن نسميه بالقيم الإنسانية أو القيم المشتركة. إن شاء الله في الحلقة القادمة سأحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن أقف بالتفصيل على كيف تم على الأقل التطور في إطار مفهوم الصراط، وهو أيضا مفهوم كما ذكرت مفهوم أصيل، هو مفهوم القيم الأخلاقية، مفهوم السبيل، مفهوم المنهاج، مفهوم الصراط المستقيم الذي هو يشكل بالنسبة لأهل الأديان قاطبة أيضا واحدة من الأركان الأساسية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال لدين من الأديان أن يسمى دينا على الأقل بالنسبة لتصورنا إلا إذا اشتمل على هذه القيم
التي تطورت مع تطور الرسالات وتطور الإنسان. نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.